أعزائي المشاهدين، أنا برحب بكم. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أهلا بكم في برنامج أرسالية الروح القدس. أنا واخد سلسلة بعنوان مسبيين أو مسبيون في إرسالية، وتركيزي في الحلقات دي أو في البرنامج ده أو الفترة دي في سفر دانيال، الأصحاحات الأولى من 1 ل6. أنا بمشي محطات كده باخد محطات في هذا السفر الرائع. مسبيون في إرسالية. خدنا الأصحاح الأول، خلصنا الأصحاح الثاني والثالث، والنهاردة هناخد الأصحاح الرابع. في الأصحاحات اللي فاتت كان التركيز أكتر مش بس على أمانة دانيال والفتية الثلاثة، لكن كمان الرب يهمه كل الشعوب وكل الناس، لأنه البشر في الأول وفي الآخر طبعا هم خليقة الله بيحب الجميع. كمان بنشوف تركيز من الرب على نبوخذ نصر نفسه. فنبوخذ نصر الملك كان جبار جدا، كان ليه شأنه في المملكة، ولكن أنا بشعر أن في تعاملات خاصة من الرب مع نبوخذ نصر. فأول مرة تعاملات ربنا كانت معاه من خلال أنه يوري له حلم عن الأيام الأخيرة. وراله الحلم وشفناه المرات اللي فاتت في اصحاح 2 لما شاف حلم انه في تمثال، والتمثال ده من 4 معادن مختلفة، وما كانش عارف، طبعا تحير وكان مضطرب ومش عارف ايه هو تفسير الحلم. وبعدين جم المجوس والسحرة ما عرفوش يفسروا الحلم، وهو كان والطلب الغريب انه عايز الحلم وتفسيره. فسر دانيال الحلم او قال له على الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر وفسره له. وملخص الحلم كله او من ضمن الحاجات اللي فيه، يعني بس باخد جزء صغير، انه كان دانيال بيقول له ان في الحلم ده انت الرأس من ذهب، بعدك هتيجي مملكة تاني، فانت فترتك على الارض محدودة، ملكك محدود. المفروض انه نبوخذ نصر ينتبه وان يتعلم انه مفيش اله على الارض غير الاله اللي بيعبده دانيال، والدليل انه عرف يقول له على الحلم اللي حلمه والتفسير، ولكن لم يأخذ عبرة ولم يعتبر هذا الامر، وعدى الامر ده من حياته خالص كده من غير ما يقف وقفة في حياته، انه ملكه محدود وانه وجوده على الارض محدود. لكنه يجي في الاصحاح الثالث يعمل لنفسه تمثال من ذهب، تمثال طوله 60 ذراع وعرضه يعني 6 أذرع. والمفروض انه يعني هو طبعا حب يعمل التمثال ده عشان يوحد الديانة، يخلي الكل يعبده، هو يضمن استمرارية ملكه الى سنين وسنين. لكن للأسف لم يتعلم الدرس انه فترة ملكه ووجوده على الارض محدودة. صحيح هو ملك حوالي 47 سنة، نبوخذ نصر مسك الحكم حوالي 47 سنة، لكن لم يتعظ مما حصل معه في اصحاح 2 ولما دانيال فسر قال له على الحلم وتفسيره، ولم يتعظ في اصحاح 3 لما حط التمثال ده ونصب التمثال وخلى الكل يتعبد ليه ما عدا ال3 فتية. واتكلمنا المرة اللي فاتت ان ال3 فتية اعلنوا الاله الحي الحقيقي ان هو القادر على انه ينجيهم، واعلنوا ليه ان الهتك يا نبوخذ نصر ليس لها قيمة، التمثال اللي انت نصبته ده ليس له قيمة. ونفسه هو نفسه في المرتين، سواء في الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر قدام دانيال، بيعترف امام دانيال انه الهه هو الاله الحقيقي، وإله هو الحي، وإنه مفيش آلهة تانية. ويجي يعترف برضه مع الفتية الثلاثة تاني مرة بأنه الإله بتاعكم إله الحقيقي، وإنتوا كمان قدرتوا تغيروا أمر الملك، وإن إلهكم هو الإله اللي يقدر ينجي هكذا، مفيش حد غيره يقدر ينجي هكذا. فمرتين كان الفرصة تتاح أو تأتي إلى نبوخذ نصر مرتين ولم يتعظ. يجي في المرة الثالثة كان الرب بيقول كده أنا هكسر عناد وكبرياء نبوخذ نصر، عشان هو معاند إلى الآن. كأن ربنا بيقول له اصحى، اعرف إنه الإله الحقيقي، مش إن الآلهة بتاعتك دي ملهاش أي قيمة،
وانت نفسك عملت من نفسك اله ما يعني، او من خلال التمثال ما فيش قيمة لأي إله تاني. فكان من الرب انه يخلي نبوخذ نصر يحلم حلم، وهذا الحلم كمان ينزعج منه، وتفسير الحلم يخلي نبوخذ نصر من الكبرياء إلى التواضع، من الذل بسبب كبريائه لما تكبر على الله، ولما عاند صوت ربنا، ولما عاند يعني لم يسجد ولم يسبح ولم يعترف بالإله الحقيقي الذي يعبده دانيال والفتية الثلاثة. فالرب وراله حلم غريب الشكل. خلي بالكم في أصحاح 3 هو نصب لنفسه تمثال من ذهب. يجي في أصحاح 4 الرب يوريله نفسه إنه هو شجرة. يعني شوفوا ما أبعد الفارق ما بين إنه في الأصحاح الثالث يعمل تمثال من ذهب خالص طوله 60 ذراع يعني حوالي 30 متر، وعرضه 6 أذرع يعني حوالي 3 متر من ذهب. كل التمثال ده يجي الرب يقوله لا ده انت مجرد شجرة، والشجرة دي يعني بآلة حادة كده، بآلة كده تقطع هذه الشجرة. فانت اللي بتغتر بنفسك، واللي تكبرت، واللي مش عايز تعترف ولا تتواضع أمام الإله الحي الذي يعبده دانيال والفتية الثلاثة يعني الأربع فتية اللي هم مسبيين لكنهم في إرسالية. تعالوا نشوف الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر ونشوف تفسير الحلم. في بداية أصحاح 4 من الأعداد الأولى يقول كده: من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة. أيوة، بتكتب لكل الشعوب والأمم والألسنة، بتقول لهم إيه كده؟ بيقول لهم: الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم، الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر بها. يعني ربنا صنع معايا آيات وعجائب. خلاص بدأ يعترف. طبعا هنا بيحكي اللي حصل بعد الحلم وتفسير الحلم وتطبيق الحلم عليه. فهو بعد ما رجع، لأن الحلم ده ليه تفسير رهيب جدا حصل معاه، لما رجع للملك المرة تاني بيتذكر أسوأ 7 سنين مرت في حياة هذا الرجل نبوخذ نصر. هذا الإنسان اللي ما فيش حد على وجه الأرض حصل معاه زي اللي حصل مع نبوخذ نصر. فهو بعد ما حلم الحلم والتفسير حصل معاه وتطبق عليه حرفيا، بيقول ان انا حصلت معايا ايات وعجائب وانا حسن عندي ان اخبر بها. اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها. يعني اهو بدأ يعترف، بدأ يتواضع، بدأ يقول للرب كده ويعلن ايات الرب وعجائبه. في البعض بيقول ان نبوخذ نصر في اخر ايامه او بعد اللي حصل معاه آمن بالرب إلهه وبالرب إله دانيال، بيهوى الإله القدير، وهو موجود في السماء، وإحنا لما نروح السماء هنشوفه. ده يعني رأي البعض. وخصوصا إن في نهاية الأصحاح مش بيقول الكتاب إن هو يعني مات إزاي أو إيه اللي حصل معاه. بيقول على طول إنه ملك بعده ابنه على طول. طبعا ابنه قتل. يعني كل ملك تقريبا بالكتاب بيحكي عن نهايته المأساوية لو كان شرير، لكن هذا الرجل ما عرفناش، ما كتبش او الوحي المقدس ما قالناش نهايته كانت ايه بالظبط. لكن عموما احنا بنشوف في الحلم ده بنشعر كده انه نبوخذ نصر اخذ حاجة من الرب او اتغير او قلبه اتضع، وخصوصا بعد اللي حصل معاه. نكمل يقول كده: اياته ما اعظمها وعجائبه وما اقواها، ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور. أنا نبوخذ نصر كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، رأيت حلما فروعني، والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني. شفت حلم روعني. ده مش أول مرة يحصل معه، كل ما يشوف حلم بيحصل له كده حالة من الخوف، والأمر بالنسبة له بيبقى رهيب ومرهب، لأنه طبعا في الأوقات دي ما كانش لسه يعرف الرب ولا ليه علاقة أصلا بالرب، فطبيعي أنه هو ينزعج من هذه الأحلام. أما المؤمنين قديس الرب، الناس المختبرين الرب، أحلامهم أحلام رائعة. أكيد طبعا
في أحلامهم بيقوموا مستريحين، بيقوموا مطمنين، بيقوموا فرحانين. ليه؟ لأن أكيد الأحلام بتاعتهم أو اطمئنانهم في الرب مخلي كل الأحلام أحلام رائعة ومقدسة. يقول كده: لما شفت الحلم ده روعني والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني. صدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل. برضو بيجيب حكماء بابل، يعني المفروض إنك أنت تعلمت الدرس. كل ما بتشوف حلم غريب بالنسبة لك، دانيال بيفسر لك الحلم. لسه برضو مصمم إنه يجيب السحرة وحكماء بابل. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشصر كاسم إلهي. ما عرفش يشوفوا لغاية اللحظة دي. برضو لسه نبوخذ نصر معاند، مخلي دانيال في الآخر خالص. بيجيب الحكماء، أو هو ده برضو دايما تفكيره في الناس الكبار، في الناس اللي هم تبعوا الكلدانيين السحرة الكبار في السن، وفي الآخر بيجيب دانيال. المهم إنه جاب دانيال كده يقول لك ويعترف، يقول فيه روح الآلهة القدوسين. أو لما أنت عارف إنه فيه روح الآلهة القدوسين، لما أنت عارف إنه مميز، ليه مش بتختصر على نفسك المشوار وتجيب دانيال على طول؟ لازم تمشي السكة الغلط دي من الأول، وفي الآخر تتعب، وبعد كده تبدأ تدور على الحل. يعني ده بيذكرني حتى إن الرب يسوع، حتى إحنا مرات كتير يعني بندور على حلول بعيدة عن الرب، ولما نتعب خالص نقول للرب انت فين، او يا رب انجدني، او خلصنا، او اشفيني. طيب ما تروح للرب على طول مباشرة. ليه اللفة دي؟ ليه تحتار؟ ليه تروح يعني الكتاب بيقول عن واحدة نازفة الدم كانت 12 سنة، يقول لك ذهبت إلى أطباء كثيرين لم تنتفع شيء، بل صارت إلى حال أرض. أخيرا لما سمعت بيسوع جاءت إلى يسوع. ليه يسوع بيجي في الآخر؟ ليه ما يكونش هو الأول؟ ليه بنفكر في الرب في الآخر؟ ليه بنفكر في حلول بشرية وبعد كده بيجي الرب في آخر شيء، مع أنه المفروض يكون هو الأول؟ جاب دانيال وبعدين قال له كده: يا بلتشصر كبير المجوس، من حيث إني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعثر عليك سر، فاخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. إيه هو الحلم بقى؟ رؤى رأسي على فراشي هي إني كنت أرى فإذا بشجرة في وسط الأرض وطولها عظيم. أنا شفت شجرة. خلي بالكم الشجرة دي في الآخر دانيال قال له أنت. هو قبل كده عمل لنفسه تمثال من ذهب. لا، أنت في نظر نفسك بتمجد نفسك وبتعظم نفسك على إنك أنت يعني زي التمثال ده من ذهب. لا، أنت في نظر الرب عبارة عن شوية ورق، شجرة تطلع عليه الشمس يسقط هذا الورق ينشف خلاص ملوش وجود. شجر الريح يهز الشجرة دي أوراقها هتنتهي. أنت عبارة عن شجرة، أنت في الآخر شوية قش، شوية يعني أوراق تطيرها الرياح. قال له: أنا شفت شجرة فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها السماء ومنظرها إلى أقصى كل الأرض، أوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء وطعم منها كل البشر. كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي. أول ما شفت الشجرة دي شفت كمان ساهر وقدوس. هو ما عرفش مين الساهر ومين القدوس، بس هو في الحلم شاف إنه إزاي وصفوا إنه ده ساهر وقدوس. يمكن كان في الحلم فيه كلمات سمعها في الحلم فحافظ الكلمتين دول أو الكلام ده، إنه في ساهر، في شخص كده عرف إن في لقبين ساهر وقدوس. هذا الساهر والقدوس نزل من السماء وبعدين صرخ بشدة وقال: هكذا اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وانثروا أوراقها وابذروا ثمرها. يلا طيروا كل الأوراق بتاعت الشجرة. يعني ده قيمتك يا نبوخذ نصر بعيد عن الرب. أي واحد بعيد عن الرب عبارة عن كقشة، يعني ملوش قيمة. الإنسان البعيد عن الرب اللي بيتبع إبليس، اللي بيتبع خرافات، اللي بيتبع الشر، ده ملوش قيمة في ذاته. لكن لما تيجي للرب تكون ليك قيمة عظيمة، لأن قيمتك من قيمة إلهك اللي فداك، اللي خلقك واللي فداك. ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بندى السماء. ده صوت الساهر والقدوس بيقول اقطعوا الشجرة دي
وبعدين هيبتل بندى السماء، وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحقل، ليتغير قلبه عن الإنسانية وليعطى قلب حيوان، ولتمضي عليه 7 أزمنة. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين، لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. لكي تعلم أن الأحياء كلها بما فيها أنت يا نبوخذ نصر أن العلي هو المتسلط في مملكة الناس، مش أنت اللي ملكك دائم. فوق أو فوق كده واصحى واعرف أن ملكك مش دائم، وأنك أنت مش المتسلط. المتسلط الحقيقي هو الإله العلي، يعطيها من يشاء وينصب عليه أدنى الناس. هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ نصر الملك. أما أنت يا بلتشصر فبين تعبيره، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني بالتعبير، لكن أنت تستطيع لأن فيك روح الآلهة القدوسين. شاف الحلم، شاف نفسه أنه هو أو شاف شجرة، والشجرة دي بعد ما كبرت وبلغ طولها السماء وطول السماء بتستظل تحتها وفيها ثمر جميل، لكن يجي ساهر وقدوس من السماء يقول اقطعوا الشجرة دي. وكمان الحكم صدر عشان الناس كلها والبشر يعرفوا ان في عليه متسلط في مملكة الناس. انا مش فاهم الحلم ده معناه ايه. يجي نبوخذ نصر كده يفسر له الحلم بعد ما تحير دانيال شوية. دانيال بعد ما تحير جه يفسر الحلم لنبوخذ نصر، يقول له كده أجاب وقال يا سيدي الحلم لمبغضيك وتعبيره لأعاديك. وكأن دانيال كده يعني بطريقة ذوقية كده بيقول له يعني أنا أمنية إن الحلم ما يكونش معاك أنت، لكن يكون لمبغضيك والأعاديك. يقول له إن الشجرة دي اللي كبرت وبلغ علوها السماء وأوراقها جميلة هي أنت. وأنت أيها الملك كبرت وتقويت وعظمتك قد ازدادت وبلغت السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض. والساهر والقدوس ده اللي قال اقطعوا الشجرة واهلكوها وليكن نصيبه مع الحيوان، أنت هتمضي عليك 7 أزمنة وهيطردوك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالسيران ويبلونك بندى السماء. تمضي عليك 7 أزمنة ليه؟ لكي تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء، عشان تعرف ان في إله علي هو متسلط في مملكة الناس. لكن بيقولوا كده انه اصول الشجرة لسه موجودة، انك انت هترجع تاني تسترد الملك مرة تاني، بس بعد ما بعد ما تعرف من هو الإله العلي، من هو الإله الحقيقي. وفعلا نبوخذ نصر حصل انه فجأة كده اتغير قلبه أو اتاخد منه قلب الإنسانية وأعطي قلب حيوان، وبدأ يأكل العشب كثيران. طردوه، طرد طبعا لأنه خلاص ما عادش بياكل زي بقية البشر، هو بياكل أكل الحيوانات وعاش مع الحيوانات وعاش في البرية كده بره، وطرد من بين الناس لمدة 7 سنين. 7 سنين شكله كان شكل زي يعني، وطبيعته طبيعة بيئة حيوانية، وأكله من أكل الحيوانات. ليه؟ لأنه كان متكبر جدا جدا جدا. طبعا دانيال نصحه وقال له إنك تفارق خطاياك بالبر وأسامك بالرحمة للمساكين وقبل المشورة بتاعتي. لكن أنا طبعا وقت الحلقة انتهى. أنا هكمل في الجزء ده المرة الجاية بنعمة الرب، وبعد كده هنشوف إيه اللي حصل مع نبوخذ نصر، وإزاي إنه تواضع، وإزاي إنه عرف إن الإله الحقيقي هو الرب، وإزاي كانت نهايته يعني ختام نهايته كان كويس، لأنه رجع تاني استرد الملك بعد 7 سنين. فبنعمة الرب نكمل الحلقة اللي جاية. أشوفكم على خير باسم يسوع الحلقة اللي جاية، والرب يبارككم. آمين.